النهارده هشاركك معايا تجربه ايجار عربيه في اوروبا. اخترت فيات باندا عشان هي اكتر عربيه مشهوره في ايطاليا. حاول دايما لما تأجر تختار اكتر عربيه مشهوره في البلد دي. اخترتها هايبرد عشان اوفر في البنزين. تعال نشوف يا معلم. تاخد العربيه صورها اول حاجه، اوعى تنسى انك تصورها. طبعا الاسعار هنا في رينج 25 يورو لليوم الواحد، وده سعر بالنسبه لي كويس جدا. العربيه من جوه لذيذه، محتاجه حاجه اكتر من كده. وعلى فكره مساحتي يعني انا طويل اصلا وقاعد مستريح، يعني مش حاسس ان هي عربيه صغيره، ومليانه مساحات تخزين كتير. يعني الصراحه عربيه مظلومه مش عارف ليه. اول حاجه وانت رايح مش مهم الفلوس، مش مهم الرخصه، اهم حاجه اشحن موبايلك عشان تصور العربيه فيديو بكل التفاصيل عشان وانت بتستلم وتسلم يا معلم. لو معاك رخصه بولندي اوروبي تمام، عشان تتفادى الغرامات اديهم الرخصه المصري، هم عادي بيقبلوا بيها مفيش مشكله. ده المكان اهو، بس استنى بقى لما حد يطلع. تشاو اليساندرو. اليساندرو كريم. كل حاجه متسجله اصلا. دي العربيات اللي عندهم، وهنا بفاصل معاهم خليتها 20 يورو عادي. 20. اكد اهم حاجه من الراجل اللي انت مأجر منه من موضوع التأمين. التأمين عليك ولا على الغير؟ ولو عليك بس لازم يبقى في ليميت معين للتأمين للعربيه دي. يعني انا مثلا هنا مأجر اخري 500 يورو، مهما حصل في العربيه في ليميت للدفع الا وهو 500 يورو. ركز في الحاجات دي خاصة لأن هي دي الحاجات اللي بيحصل فيها مشاكل. أنا أعرف لسه حد كان مأجر في مدينة تانية ودفع أكتر من 2000 يورو عشان أجر عربية اللي هو بتمن العربية هنا أصلا. لفة بسيطة كده بالعربية. خلي بالك موضوع النور، في عربيات لازم تدوس، لازم تولع النور وإلا هتاخد مخالفة، فاهم أنت؟ الخلاصة كانت تجربة حلوة جدا وعربية لذيذة جدا، وأحب أعمل لها كمان ريفيو. لو أنتوا حابين أعمل لها ريفيو ابقوا اكتبوا لي في التعليقات، وصباحكم مع السلامة.